ابراهيم فايق ده شخص انا شايف ان هو شخص منافق. فكره البوم طخ برضو اللي انا اتكلمت فيها بتاعت ابراهيم فايق، ان هو اللي هو طلع زعق عشان قصه ميدو والبوم طخ وبنكره البوم طخ، مع ان سيد عبد الحفيظ او كابتن سيد عبد الحفيظ كل حلقه بيدي واحده بوم طخ او اكتر من حاجه، اكتر من مره بيدي بوم طخ معاه في الحلقه. لدرجه ان هو امبارح، شوف عشان اوريك بس ان ده ابراهيم فايق ده شخص انا شايف ان هو شخص منافق، مش محايد، ما عندوش مسطره واحده، بقى اسوأ من اللجان اللي موجوده على السوشيال ميديا، اسوأ منهم بكتير. كابتن سيد عبد الحفيظ برضه بيطلع ينكش امبارح يقول له انت ما تقدرش تكمل حلوه للاخر، لازم تطلع حته كده. طب ما زعقتلوش ليه زي ما عملت في القصه بتاعت ميدو؟ مش ده البوم طخ اللي انت ما بتحبوش؟ مش ده البوم طخ اللي انت بتقول لخالد يا عبد العزيز يا خالد اوقف اضرب بيد من حديد؟ انا اللي منرفزني ومضايقني برضه ان المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك بيطلع معاه في البرنامج، او اي حد من طرف نادي الزمالك الرسميين بيطلعوا يتكلموا معاه. دي حاجه هتجنني، زي ما يكون ماسك عليهم زله.